اللهم الف حمد وشكر ليك يا رب. مليون مبروك لكل الشعب المصري، مليون مبروك للكابتن حسام، للاعيبته، اللعيبه المحترمه والمدرب المحترم اللي عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، اللي عارفين قيمه فرحه الشعب المصري. الفرحه لسه بدري عليها، ما خدناش البطوله، لسه فاضل مباراتين قبل نهائي ونهائي، ولكن النهارده تأهلنا عن طريق حامل اللقب، الفريق او المنتخب اللي مرشح كان علينا. ما كانش حد كان مرشح منتخب مصر غير العبد لله تقريبا، ولكن الحمد لله اللعيبه النهارده اثبتت ان هي لعيبه رجاله. الروح والجرينتا مهمه جدا في الكوره. النهارده كنا بنلعب منتخب قوي فنيا جدا، تفوقنا عليه في كل حاجه. سجل فينا هدفين، ما فيش ولا هدف فيهم ملعوب. الكورتين في الزحمه اخطاء فرديه. عملنا 3 اجوان ملعوبين بشكل مميز جدا، واحده من كورنر واتنين من كور متحركه. عملنا مباراة عالمية. الكابتن حسام حسن النهاردة عمل مباراة استثنائية وفاجئ الجميع وفاجئني أنا شخصيا باللامركزية اللي في خط الظهر واللامركزية اللي في نص الملعب والكثافة العددية اللي كان عاملها في المباراة. بكل أمانة راجل يستحق كل الاحترام والتقدير، وأظن إن هو النهاردة رد في الملعب على كل الناس اللي بتتكلم عليه من قبل البطولة وبتنتقده. مليون مبروك للشعب المصري، وان شاء الله ان شاء الله بمشيئة ربنا البطولة مصرية ان شاء الله. النجمة التامنة جاية مع اللعيبة الرجالة دي والكابتن حسام، وان شاء الله هيكون انجاز كبير جدا للكرة المصرية في خلال ايام من دلوقتي. كل الناس تقول يا رب البطولة لسه ما خلصتش، وصلوا على حبيبكم النبي ناخدوا صواب عليه افضل الصلاة والسلام، واللايك والشير والمتابعة. مليون مبروك.